السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عمر صلاح مهدي. هنتكلم النهاردة عن ازاي احسب جرعة الدواء، سواء اذا كان حقن او سواء اذا كان دواء شرب مضاد حيوي او سواء اذا كان دواء عادي، ونحل الشفرات اللي موجودة على علب الدواء. ايه يعني ايه 250 مللي على 5؟ يعني ايه 125 مللي على 5؟ ازاي احسب جرعة المضاد الحيوي بالنسبة للطفل عشان خاطر ادي طفلي الجرعة السليمة. عشان ما نطولش كلامنا في الفيديو، يلا نبدأ كلام. اول حاجة هنتكلم عنها ازاي احسب جرعة الدواء صح عشان خاطر ادي طفلي الجرعة المظبوطة. اول حاجة هنتكلم عنها جرعة الحقن المضاد الحيوي. جرعة المضاد الحيوي بتكون من 50 ل 100 مللي جرام بر كيلو جرام بر داي. يعني معناها لو طفل عنده 10 كيلو جرام هياخد 50 في 10 و100 في 10، يعني هياخد من 500 ل 1000 مللي جرام بير داي. معناها يعني حقنة 1 جرام. أي حقنة مثلا لو هياخد سيفوتاكس مثلا هتحل على 4 سنتي وهتاخد 2 سنتي كل 12 ساعة. ده بالنسبة لجرعة الحقن. تاني حاجة نتكلم عنها جرعة الدواء الشرب. بيختلف دواء الشرب من جرعة لجرعة. يعني مثلا عندي دواء زي السيفاكلور جرعته مثلا 40 مللي جرام بر كيلو جرام بير داي. هنيجي نحسب جرعة المضاد الحيوي لطفل 10 كيلو جرام، يبقى 40 في 10 يساوي 400 مللي جرام. بس لو جينا بصينا هنلاقي مكتوب على العلبة 250 لكل 5 سنتي. معناها ان كل 5 سنتي فيهم 250 مللي جرام من الدواء. يعني يبقى كام سنتي موجودين في 400 مللي جرام؟ هنلاقي ان 8 سنتي. المفروض ان الطفل ياخد 8 سنتي في اليوم. جرعة السيفيكزين بتتاخد مرتين في اليوم، يبقى الطفل هياخد 4 سنتي كل 12 ساعة. سهلة اهي. في النهاية لو في أي حد ما فهمش أي حاجة أو في أي حاجة مش واضحة في الفيديو، ممكن حضرتك تكتب لنا في الكومنتات تحت. ما عندناش أي مشكلة خالص، إن شاء الله بإذن الله هنشوفها بإذن الله وهنرد عليها في الفيديوهات الجاية بإذن الله. في النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان خاطر يوصلك كل جديد. في الختام، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.